الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. نختار في البداية أن نتقدم بخالص الشكر، خالص الشكر للمناضلين والمناضلات في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على هذا الحضور الكبير. نحن كنا أردناه أن يكون اجتماعا للأطر، فبحماسكم وبتضحيتكم وباستعدادكم حولتوه إلى مهرجان حاشد كبير. نحن اليوم فاتحين معاكم سلسلة من النشاطات، ووقت يمر به البلد مرحلة من أصعب مراحل اللي يوحى عليهم في مدى تاريخه. كنا نعالج قضايا فساد اقتصادي وسياسي واجتماعي وتقسيم والأزمات من جميع الأنواع. انضاف لها من البارح أزمة جديدة، وهي نوع من الجلد السياسي والعنف السياسي ضد المعارضين. لم يعد يكتفي بتجويعهم ولا بإقصائهم ولا بإبعادهم، وإنما صاروا ينحازون إلى ضربهم الضرب الجسدي الممنوع. أنا اليوم أقول لكم بأنني مع اعتناقي المذهب المالكي صرت حنفيا. أنا حنفي. احنا فاتحين بهذا الملتقى اللي أردناه أن يكون بهذا الحجم، حجم اجتماع للإطارات. أحصل فيه اللي يحصل من الحشد، ما فيه دعاية في إذاعة سمعت، ولا فيه نداء في تلفزيون اسمع، ولا فيه دعاية ولا ترويج منتديات، فقط الاتصالات الحزبية في داخل الهيئات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني ظهرت اليوم على المدى جدارتها وقوتها وفاعليتها. خارج سلسلة من النشاطات لا تتواصل في شهر يونيو هذا بإذن الله تعالى. يوم 20 في نشاط سيعلن عنه في وقته عن طبيعته. يوم 28 يناير معناها يناير. يوم 28 نشاط آخر سيعلن عن طبيعته. وفي شهر فبراير في تاريخ سيعلن عنه ننظم إن شاء الله بصدد تنظيم يوم احتجاج وطني كبير على غرار ما حصل في سنة 2014 المسيرة العظيمة الكبرى في شهر يونيو. هذا أردناه أن يمر على مسامعكم حتى يبلغ الحاضر الغائبة. راجعين على 2015 نقطع فيها أشواط كبيرة، بل نحقق فيها التغيير السلمي، التغيير الديمقراطي، التغيير الهادئ الحضري الناضج، إلين تجبر نظام الحكم اللي يتطلع لشعبها، واللي على مستوى عقل شعبها، واللي على مستوى وعي شعبها وحكمته ونضجه، وخلوا ورانا نهائيا الأحكام الاستبدادية الآحادية الناهبة المنهبة لخيرات البلد. والسلام عليكم ورحمة الله.